السلام عليكم أصدقائي. يعني أغرب عش عندي عم بشوفه هو العش هذا اللي هلا انتبهت عليه مالي خبر. يعني السقف، يعني بس في غصن واحد ولافة عليه الطيرة. سبحان الله، ما انتبهت عليه اليوم، شديد ما انتبه عليه. يعني وين لافة الطيرة؟ طبعا الموسم بنهايته، أتمنى التوفيق للجميع. بس العش يعني سبحان الله كتير مرتب، كتير حلو. يعني المنظر تبعه يعني حلو. السقف سبحان الله. طبعا أصدقائي اللي حابب يربي ويجيب طيور برية، هلا فراخ يشتري، أو طيور بالقفص، بده ينتج منها السنة الجاية، تابعنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ينتج عنده كمان. طبعا راح نكون خطوة بخطوة مع بعض. إذا عندك غرفة أو قفص كبيرة وسلاكة كبيرة فيك تنتج إن شاء الله الموسم الجاي. أتمنى التوفيق للجميع يا رب. السلام عليكم يا شباب. سبحان الله. يعني بس إصبعتين تفوت، إصبع واحدة بس مجال للطيرة إنه تفوت تقعد. بس الطيرة بتروح تجي عندي. إلا في عشين كمان هون. سبحان الله اللي عاجبهم هنيك. في هون كمان عش أنا ما أعرفه. بس يعني العش هذا غريب. غصن واحد بس حاطه هيك، لافة مع الحديدة ومع سبحان الله. نتمنى التوفيق للجميع يا شباب، لا تنسوا الإبداع. اللي حابب ينتج يجهز حاله إن شاء الله. موسم جديد يكون كل إنتاج إن شاء الله.